المشهد 1. الطفولة اللقطة. فهد طفل يركض في أروقة قصر تقليدي، والدته منائر تراقبه بحنان. الصوت. تعليق صوتي. ولد فهد الأحمد الجابر الصباح في عام 1945 في بيت الإمارة الكويتي، حيث غرست والدته في قلبه حب الوطن والشجاعة. المشهد 2. المدرسة والرياضة اللقطة. فهد يقود فريق كرة القدم، يدرس بحماس. الصوت. تعليق صوتي. نشأ فهد محبا للرياضة والتعليم، مؤمنا أن القوة والانضباط يبدأان منذ الصغر. المشهد 3. الجيش والخدمة العسكرية اللقطة. فهد يتدرب مع الجنود، يخطط العمليات، يوجههم في التدريب الميداني. الصوت. انضم للجيش الكويتي، وتدرج حتى أصبح عميدا، معروفا ببسالته وحكمته في القيادة. المشهد 4. أيلول الأسود مع الفلسطينيين اللقطة. فهد يقود مجموعة فلسطينية، ينظم الدفاع، ويشجع المقاتلين. الصوت. في عام 1970 وقف إلى جانب الفصائل الفلسطينية خلال أحداث أيلول الأسود، ليكون سندا لهم في مواجهة القوات الأردنية. المشهد 5. الرياضة والشهرة الدولية اللقطة. فهد يشرف على البطولات، يلتقط الصور مع الرياضيين، يشجع الشباب. الصوت. أحب الرياضة وعمل على رفع اسم الكويت في المحافل الدولية، مؤمنا بدور الرياضة في تعليم الشباب الانضباط والعمل الجماعي. المشهد 6. الزواج والأسرة اللقطة. فهد يتزوج الشيخة سعاد، يحتضن أولاده، عائلة سعيدة. الصوت. تزوج من الشيخة سعاد، وأنجب أبناء استمروا في خدمة الكويت، وكان الزواج سندا له في حياته ومسيرته الوطنية. المشهد 7. الغزو العراقي واستشهاده اللقطة. قصر دسيمان محاصر، دبابات ونيران. فهد يقود رجاله، يقاتل بشجاعة، ثم يسقط شهيدا. الصوت. في فجر 2 أغسطس 1990 دافع عن قصر دسيمان بكالبسالة، وسقط شهيدا أمام بوابة القصر، ليخلد اسمه كبطل وطني. المشهد 8. الإرث والذكرى اللقطة. الكويت بعد التحرير، منشآت رياضية باسمه، أبناؤه يواصلون مسيرته. الصوت. ترك إرثا خالدا، رمزا للشجاعة والتضحية والوطنية. اسم فهد الأحمد خالد في تاريخ الكويت.